ولو أنا انه أتحدث. نعم. كل ما نلتقي ونلتقي في ظروف للاسف سيئه مع النظام الجزائري والقذاره تاعو. والله الله غالب، هذا هو. أنا أستمع للايفك دائما وأطلب القسط حينما يكون هناك أمر يعني يتعلق بالشأن الليبي. اكيد، مرحبا بك، تفضل تفضل اخي، تفضل اخي معاذ. والله فقط أحببت أن أشاركك في قراءة للاجتماع الذي حصل بالأمس. صراحة ربما لا يعطي الكثيرون أهمية كثيرة لهذا اللقاء أو لهذا الخطاب، خصوصا للرئيس المخابرات العسكرية الجزائرية. لكن صراحة دلالاته خطيرة جدا. دلالاته أن الدبلوماسية الجزائرية حقيقة تمر بعنق الزجاجة. المخابرات الجزائرية في كرب عظيم. لماذا؟ لأنها تستند على حكومة الدبيبة المنتهية أصلا. بالإضافة لما قلت أخي، لأن مصر قاطعت هذا الاجتماع لأنها تعرف أنه لن يقدم أو يؤخر. أنت تعرف أن الفرقاء الليبيين اجتمعوا في المغرب. حكومة دبيبة لم تكن مدعوة لهذا الاجتماع أصلا. فهذه الحكومة خرجت من المشهد الليبي نهائيا. فاتكاء الحكومة الجزائرية اخي على نعم. معاذ، حتى نعطي فقط الصوره، لانه تفضل كان تفضل. الناس اللي ربما ما طبعا يكونوش في الصوره، كان اجتماع طبعا. في بين 18 و 19 ديسمبر، كان اجتماع في بوزنيقه في ضواحي الرباط في المغرب، من اجل الجمع بين المحاوله، يعني الجمع بين الفرقاء الليبيين وغير ذلك. والمملكه المغربيه اصلا في عديد من المرات كانت يعني عندها وساطه في الملف الليبي، في وقت انه النظام الجزائري تعرفوا بانه كانت هجمات مختلفة على خليفة حفتر، على الجهات الأخرى في ليبيا. معناتها النظام الجزائري لا يستطيع أنه يطرح نفسه كوسيط. ونسمعوا فقط على السريع، ولو أنه نستسمح الأخ معاذ اللي معنا، لأنه مهم جدا الناس تاني تكون في الصورة على الجزئيات هذه. كان خرج علينا مثلا، لانه كان بيان من وزاره الخارجيه تاع الدبيبه، وخرج النظام الجزائري. حكومة الوحدة الوطنية الليبية استغرابها من استضافة المملكة المغربية لجلسة حوار بين أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة دون أي تنسيق. والنظام الجزائري قال لك التشويش ما التشويش، والمغرب يشوش، وهاو الدليل بيان وزاره الخارجيه تاع الدبيبه التي لا تمثل اي شيء. راهو معكم اخ ليبي ويقول في نفس الشيء على كل حال، وحتى على الميدان. وتقول الناس اللي نظموا اللقاء خرجوا لما خرج النظام الجزائري بالقذاره تاعو، قال لك ردا على مطالبه خارجيه الوحده الوطنيه نظيرتها المغربيه بعدم استقبال اي اطراف سياسيه دون التنسيق معها، لجنه تنسيق اللقاءات المشتركه بين المجلسين تؤكد انها ليست بحاجه لموافقه احد بشان اماكن اجتماعاتها ولقاءاتها، مشيدة باحتضان المغرب المستمر للقاءات التي تدعم توافق الليبيين. معناتها النظام الجزائري كالعاده ربح غير العيب على كل حال. تفضل اخي معاذ، واعتذر على الاطاله، يعني لانه باش الناس فقط تكون كلها في الصوره. لا لا أخي شوقي، مرحبا بك. أولا توضيح بسيط جدا. بعد إقصاء هذه الحكومة الموجودة في طرابلس من المشهد الليبي، حصل هناك الانشقاق الواضح، وهو انشقاق الإسلاميين عن هذه الحكومة. هذه الحكومة كانت مغلفة ومحاطة بالإسلاميين وعلى وفاق تام معهم. لكن الآن وبعد أن تم إقصاء هذه الحكومة بشكل واضح بقرار داخلي ليبي وبقرار المجتمع الدولي أيضا، هناك انشقاق كبير في طرابلس اليوم بين الإسلاميين الذين أصبحوا يهاجموا هذه الحكومة، وبين هذه الحكومة التي أصبحت تهاجم الإسلاميين بشكل واضح. هذه الحكومة أصبحت ضعيفة بعد الصفقة الدولية التي لا يمكن أن تخفى على أحد، وهي ما حصل في سوريا تحديدا. تركيا اليوم تنسحب بشكل كبير من ليبيا. المرتزقة السوريين في طرابلس يغادرون. غادرت أكثر من 5 طائرات بالأمس تحمل المرتزقة السوريين وتعود بهم إلى تركيا. يبدو أن الخريطة الجديدة أصبحت فيها، حتى نكون واقعيين، أصبحت فيها ليبيا من نصيب المعسكر الشرقي الغربي، خصوصا تحديدا أعني أمريكا. أولا اجتماع الليبيين في المغرب هذه وصمة عار حقيقة على الحكومة الجزائرية وعلى الحكومة التونسية وعلى الحكومة المصرية، لأنه كان من الأولى أن يقوموا هم بجمع الفرقاء، لأن ليبيا تعتبر عمق إقليمي لكل هذه الدول، وشراكة الدين وشراكة العرق العربي والأمازيغي وهلم جرة. فتخطي الجزائر وتخطي 890 كيلومتر والذهاب إلى المغرب
هذا فشل دبلوماسي واضح وصارخ وصريح. محاولة الجزائر لشق الصف في ليبيا ومهاجمتها لأي محاولة وفاق في ليبيا ليست جديدة، قديمة جدا منذ تحرك قوات الجيش. تدخلت معك في هذا الخصوص. حاولت بعدها مرة أخرى بدعمها للمدعو محمود حمزة الذي زار شنقريحة واليوم موجود في هذا الاجتماع. حاول هذا المدعو مهاجمة حقول النفط الموجودة تحت سيطرة الجيش، وقتل له أكثر من جندي. بعد زيارته لشنقريحة مباشرة في اليوم التالي قام بمهاجمة حقول النفط. حاولت الحكومة الجزائرية مرة ثانية بذلك الاجتماع المشبوه ببعض الأشخاص من الإخوة المحسوبين على الأمازيغ، وخرج المجلس الأعلى للأمازيغ في ليبيا وتبرأ من هذا اللقاء. ذكرت صحف كثيرة أن السيد تبون طلب من الدبيبة حل المجلس الأعلى للأمازيغ، ولكنه اعتذر عن ذلك لأن هذا الشيء شيء مستحيل تماما. ما زالت الجزائر أو الحكومة الجزائرية تحاول تعطيل أي اتفاق في الشأن الليبي. مؤخرا قامت بهذا الاجتماع، قبله قامت باجتماع لتشويش الوضع العام وسمته الاتحاد المغاربي الجديد. رد عليه المنفي وقال نستغرب من هذا الاتحاد لأننا ذهبنا فقط على أساس مشاورات أمنية ولا نعترف إلا باتحاد المغرب الموجود في سنة 1989 المنعقد في المغرب في مراكش. حقيقة أخي شوقي، الحكومة الجزائرية تعتقد واهمة أنها تستعمل حكومة الدبيبة، لكن الواقع هو أن حكومة الدبيبة هي من تستعمل الجزائر كتعلق الغريق بقشة فقط. تفضل. لا يزيد فضلك الأخ ربما وكيف ترى يعني الكلام أصلا تاع ممثل النظام الجزائري يعني في الاجتماع حول يعني أنه طرح قضية تاع ميليشيات البوليساريو. أصلا هل الشعب الليبي عنده اهتمام أصلا بالمواضيع هذه يعني خصوصا في الظرف الحالي؟ أبدا نهائيا. أنا أتحدى أي شخص أن يحضر لي نشرة أخبار ليبية واحدة سواء في زمن معمر القذافي أو في من بعده ذكرت حتى تلميحا مسألة البوليزاريو أو مسألة ما يسمى بجمهورية الصحراء نهائيا مطلقا. أغلب الليبيين لا يعرفون شيئا عن هذا الملف أبدا، ولكن هذه سياسة الحكومة الجزائرية. إذا قلت له أن حصاني أسرع فورا سيجيبك أن نخلتي أطول. إذا قلت له تحدثنا في موضوع هذا يجيبك موضوع الصحراء واطلاق ان المغرب ما قاله في يعني موضوع لا علاقه له بالاجتماع اصلا. وهذا ربما يعني ايضا لا ادري اذا كنت تتفق معي انه دليل انه النظام الجزائري ليس له اهتمام اصلا بحل الاوضاع في ليبيا، لانك تاتي الى ليبيا في هذا الظرف في اجتماع حول الجوار الليبي تطرح قضيه لا نقة ولا جمال لليبيا فيها. معناتها انت دورك انت لا تريد اصلا حل الازمه في ليبيا، ليس هذا هو الهدف. ابدا ليس هذا هو الهدف، ولم يكن يوما هذا الهدف منذ ان ظهر خليفه حفتر، ونحن نعرف كيف ظهر خليفه حفتر والظرفيه التي ظهر فيها خليفه حفتر، والجماعه التي قاتلها اول من قاتل خليفه حفتر هي جماعه مصنفه كجماعه كذا كذا في الامم المتحده. فانت كجزائر دائما تقول نحن نعترف بالدبيبه لانه معترف به من الامم المتحده، في حين تتناقض لان الجماعه التي يحاربها خليفه حفتر جماعه مصنفه كذا كذا في الامم المتحده. فهذا تناقض واضح وتناقض صريح. للاسف الحكومه الجزائريه لا ترتقي الا لمستوى حكومه تسيير اعمال فقط، ليست هناك خطط، ليست هناك في تخبط كبير جدا. اعتقد ان السبب الوحيد لتمسكها باستمرار الفوضى في ليبيا هو الاطماع الموجهه لحوض غدامس. هددت كثيرا، حاولت كثيرا، لكن قبل اسبوعين دخلت شركه بريتش بتروليوم وشركة إيني وبدأت في الاستكشاف وبدأت في التنقيب في حوض غدامس وفي هذه المناطق كلها. فالجزائر يحاول أن يشوش على هذا الأمر. لا شيء يوقف هذه العمليات إلا الحرب، تحاول تغليب طرف على طرف لخلق حرب. وأنا للأسف يعني أعتقد أن الدبيبة لن يخرج من ليبيا إلا على حمام من الدم بدعم من الجزائر طبعا، إلا إذا جاء الإيعاز
من القوى العظمى وسحبت الجزائر تدخلاتها من ليبيا. هو على العموم أخي معاذ، كل من ارتمى في حضن النظام الجزائري النتيجة نعرفها جيدا. شكرا لك جزيلا على بالضبط أخي المداخلة أسعد، تاعك. بالضبط أخي شوقي، هذا ما يبشرنا بصراحة، شو وأن شو الجزائر مؤيدة لهذه الحكومة، تحديدا جماعة الإخوان. شكرا لك أخي شوقي، شكرا تحياتي لك لك. ومرحبا بك في أي وقت معنا. شكرا جزيلا لك، مرحبا بك. تحياتي لك. شكرا. عملنا جولة إلى ليبيا. واحد قال لي أغيد دو بارلي مال دو l'Algérie. هذا راهو ليبي، مانيش أنا اللي تكلمت. راكم سمعتوا كلامي أنا في البداية، والموجود في اليوتيوب أيضا تكلمت عن الموضوع، وراهو أمامك ليبي يتكلم لك عن الوضع والقراءة تاعو ما حدث، يعني نفس القراءة حرفيا. أنا لما نتكلم معاك مانيش نتكلم في روايات تاع ألف ليلة وليلة ولا باش نهاجم. أصلا القضية أنت بالمنطق، أي شخص بالمنطق، اجتماع للجوار الليبي تتكلم على الملف الليبي وبس. يعني تزيد تفضحنا بالشكل القذر هذا تاع النظام الجزائري كالعادة. جماعة نكملوا على المداخلات.